متحف من أهم المتاحف التاريخية. مدير المتحف اتفاجئ بسرقة ساعة غالية جدا وتاريخية ومهمة، ساعة الملك الأشوري اللي مصعب أموري. ودي ساعة غالية جدا ولا تقدر بثمن. ولما اتصل بيا ما تأخرتش وجيت له بسرعة علشان أحل التحدي وأعرف مين اللي سرق الساعة. ويلا بينا. أهلا أهلا، المحقق منير، أهلا بيك في المتحف. حالة السرقة هتجنني. النور اتقطع لثواني وحصلت فيها السرقة. في كام واحد مشتبه فيهم يا سيادة المدير؟ هما 3 عملاء وأنا مانعهم من الخروج تماما، والمشكلة بقى إني فتشتهم وما لقيتش معاهم الساعة. يعني فتشتوهم ومش لاقيين الساعة؟ ازاي الكلام ده؟ هو ده اللي حصل بالظبط، وعشان كده هتجنن. مفيش شبابيك أو منافذ عشان مثلا يخرجوا منها الساعة. ما تشغلش بالك انت وسيب لي الموضوع ده، وانا هحقق معاهم بنفسي وهشوف الكاميرات وهوصل للحل اكيد بإذن الله. اتفضل، كل المتحف تحت أمرك، وكمان مسؤول الأمن شربيني هيكون معاك وهينفذ كل طلبات حضرتك. طيب تمام كده، انا عايزك بقى توديني المكان اللي انتم محتجزين فيه العملاء الثلاثة المشتبه فيهم. حاضر تمام. يعني والله ده موضوع غريب جدا بصراحة. ليه يعني يا شربيني شايفه موضوع غريب؟ فهمني. عشان فتشناهم كلهم ومش لاقيين اي اثر للساعة بصراحة، يعني زي ما يكون اللي سراها ده عفريت لا يرى بالعين المجردة. ما تقلقش يا شربيني، انا هعرف مين هو بالتأكيد. ممكن اتعرف بحضرتك يا فندم؟ أنا محمود السيد، مدرس تاريخ ومهتم بالمتاحف التاريخية. يعني كمان عارف قيمة الساعة كويس قوي. بس ما سألتهاش أكيد، وفتشوني ما لقوش حاجة، يعني أكيد مش أنا. بس ده ما يمنعش انك متهم، لانك كنت موجود في المكان وقت ما اتسرقت. والله ما سرقتها. أعمل إيه أكتر من كده عشان تصدقني؟ فتشني 100 مرة لو تحب وبرضه مش هتلاقيها. شكرا ليك يا استاذ محمود. اسمح لي يا فندم ادردش معاك شوية بخصوص الساعة اللي اتسرقت. ممكن اتعرف على حضرتك؟ انا هيثم درديري وما عملتش حاجه خالص، وفتشوني والساعه مش معايا. انا ما عملتش حاجه خالص. امسك اعصابك كده واهدى، انا ما اتهمتش اي حد لحد دلوقتي. والله ما سرقتها، ولما شربيني فتشني ما لقيش معايا حاجه خالص. انا انسان بسيط وعادي، ساكن في القلعه مش في المعادي. بس ساعة لويس الرابع عشر دي ساعة مهمة جدا وتاريخية وغالية قوي، واي حد ممكن يفكر في سرقتها. عارف انها غاليه عشان الملك لويس هو صاحبها، بس انا ما سرقتهاش. صدقني، لما النور انقطع حسيت بحركه، بس ما قدرتش احدد مين عشان الدنيا ضلمه. طيب شكرا جدا يا هيثم. ممكن اتعرف بحضرتك يا فندم؟ انا سامح غريب، جامع تحف وانتيكات تاريخيه. يعني كمان عارف قيمة الساعة كويس قوي. افهم من كده انك بتتهمني. على فكره انا ما اسمحش ليك ولا لغيرك بالاتهام ده. انا راجل ليا سمعه كبيره في مجالي، وحضرت متاحف كتير في كل انحاء العالم. وبرضه مفيش مانع انك انت تحصل على ساعة زي دي اكيد، لان انت عارف قيمتها كويس. انا واحد عنده ثروه كبيره جدا ومش محتاج للساعه دي او لغيرها. على الرغم اني عارف ان قيمتها كبيره جدا، لكن مستحيل اعمل كده. ولو حسيت انك بتتهمني تاني، انا هعمل لك محضر تشهير بسمعتي. تمام، واسف جدا ليك يا استاذ سامح.
سيادة المدير، أنا عرفت مين هو الجاني وحالا هوريك فين الساعة ومع مين. وكمان أنا مش بحب لحم الخرفان، ومش كل اللحوم بحبها. أنا راجل نباتي مش باكل لكل اللحوم.